السلام عليكم. عرفات بلادنا حملة شرسة من السلطات ديال الترياب، والترياب ما بقاش غير ديال العشوائيات، غير ديال القصدير والبرارك والكريانات، ولا الترياب حتى ديال المباني، اي ديور مبنيين ومفينين ومقيومين بالملايين. اذا اليوم غنعطيك جوج حوايج مهمين. اولا غنوريك النوعيه ديال المباني ديال الديور اللي عندك تشريهم راهم معرضين للهدم، يا اما لانهم مبنيين بطريقه غير قانونيه او انهم مبنيين على اراضي غير قانونيه. مزيان، اذا هذا فصل الصيف. فصل الصيف هو اللي كينتعش فيه البيع ديال العقارات، ديال الاراضي وديال الديور خصوصا. فكيستغلوا الناس هذه العطله الصيفيه باش يشريو العقارات، باش يشريو الديور ولا الاراضي. وكذلك بالنسبه للجاليه كيجيو منها يدوزوا العطله ديالهم بلادهم، منها يستغلوا بعض الوقت ديال هذه العطله انهم يشريو ولا بغاو يشريو شي دار هنا في بلادهم. اذا انت الا جيتي تشري رد البال ما تطيحش في هذه الامور اللي غنقول لك. ما تقلبش على الهوته، على الثمن الرخيص، على الهمزه وتصدق تضيع فلوسك كامله. هاد الترياب بعدا شنو كيريبوا السلطات، الدوله، الاداره شنو كتريب؟ كنعرفوا انها كتريب بالنسبه للبرارك. بالنسبه للبنايات الاخرى، اذا انت عندك واحد الارض وجيتي بنيتي بلا رخصه يريبوا لك، بنيتي بلا رخصه ديال البناء يريبوا لك، غيجيو غيقولوا لك ريب. انت ما بغيتيش تريب كيعطوك واحد الاجل، كتجي السلطات كتريب ليك وكتحسب عليك داك الترياب. شتي داك الترياب، داك الهدم ماتيريال ولا المقاوله اللي غتجي تريب انت اللي غتخلصها. اذا اي دار ما شاداش رخصه البناء عندك تشريها. والا كنتي انت ما شادش رخصه البناء عندك شي دار دابا، رد البال. الا جاتك الصمته ولا جا شي مراقب، غنهضروا شكون اللي كيراقب هادشي، شكون اللي عنده السلطه يراقب هادشي ويريب هادشي، ولا جا شي مراقب وعرف انه ما عندكش رخصه البناء، راه من حقهم يريبوا لي. شديتي رخصه البناء وما احترمتيهاش، بمعنى انت شديتي رخصه البناء فيها انني غنبني مثلا دار فيها كذا وكذا، ولا محلات فيها كذا وكذا، ولا واحد العماره فيها كذا وكذا، ما احترمتيش الشروط ولا المواصفات اللي شديتي عليها رخصه البناء، حتى هذه يجيو يريبوا لك. في الحاله ديال انك ما احترمتيش المواصفات ديال رخصه البناء اللي شديتي، كيعطيوك واحد الاجل. الا كانت شي امور اللي تقدر تداركها تيعطوك واحد الوقت تدارك انك تطابق هذيك البنايه مع داكشي اللي في رخصه البناء اللي شديتي، رخصه البناء اللي شديتي. ما قدرتيش تطابق، كاينه شي امور اللي ما يمكنش تطابقها. مثلا انت شديتي رخصه البناء فيها طبق واحد وانت درتي طبقين، شديتي رخصه البناء فيها واحد العلو وانت ما درتيش داك العلو، درتي اكثر منه ولا اقل منه. هذه امور صعيب انك تداركها ولا تصلحها. في هذه الحاله الا ما قدرتيش طابق الرخصه البناء اللي شديتي في المواصفات ديال ديك الدار، غير يبوليك. اذا عندك تشري من عند شي واحد شي دار، البنايه ما مطابقاش مع داكشي اللي كاين في الرخصه ديال البني اللي شد. البناء بشي منطقه غير صالحه ولا ممنوع فيها البناء، ارض ديالك، ولكن ديك الارض مثلا فلاحيه ولا ديك المنطقه الدوله مانعه فيها البني، راه ما عندكش حق تبني فيها. واخا الارض ديالك ملكك عندك الملكيه ديالها، ما عندكش الحق تبني. فرد البال دائما انت ملي تبغي تشري عند شي واحد ما يلصقش فيك شي دار مبنيه على شي ارض، يجيب لك الملكيه يقول لك ودي هي الدار مبنيه على الارض ديالي، نبيع لك هاد الدار اللي فوق هاد الارض بالارض ديالها ونتفاهموا نمشيو نكتبوا عند عدل ولا عند محامي ولا عند شي حاجه. لا، تاكد ان ديك البنايه عندها رخصه ديال البناء وعندها رخصه السكن، واحنا جايين للسكن. اذا تاكد ان ديك الدار ما مبنياش على شي ارض ممنوع فيها البناء اللي شريتي انت، انها تكون شاده رخصه البناء ورخصه السكن والبلان، وهادو كاملين مطابقين. رد البال، تبع معايا مزيان الله يرضي عليك. منين تشري شي دار تاكد انك شتي البلان وشتي رخصه البناء وشتي رخصه السكن وانهم مطابقين. هذيك المواصفات ولا الشروط اللي كاينه في رخصه البناء كاينه في البلان وكاينه على ارض الواقع، ورخصه السكن كاينه ولا شهاده المطابقه. اذا تاكد من هذه الامور بثلاثه، وتاكد كما قلت انهم كيطابقوا. اذا هذه الامور كامله راه كتعرض هذيك الدار ولا هذيك البنايه للهدم. قانونيا ضباط الشرطه القضائيه، القايد الباشا، مراقبي التعمير ديال الولايه ولا ديال العماله، ومراقبين التعمير ديال السلطات المختصه بالسكن عندهم الحق في ضبط هذه المخالفات، سواء من تلقاء راسو دايز وشاف شي مخالفه عنده الحق يضبطها، ولا جات شي شكايه ولا كلفاتو شي جهه، فملي كيلقاوها شنو كيديروا. الا كانت مازال خدام انت عاد كتبني وداير مخالفه، كيحبسوا لك البني في البلاصه، عندهم الحق. عندك تقول لا راه جاو لقاو مخالفه يديروا محضر ويمشي المحكمه وكذا ويجيني هذا والو، كيوقفوا لك الاشغال في البلاصه. الا ما بغيتيش تحبس
كيقدروا يحجزوا على داك الماتيريال، هذاك اللي خدام عندك انت داك الطاشرون ولا المقاول يحجزوا له على الماتيريال وعلى السلعه باش كتبني انت، كيعطيوك اجل انك تراجع المخالفه الا كان ممكن التراجع عنها. ديك الساعه قديتي الامور ديالك، ما كنتيش مثلا شاد رخصه البني مشيتي شديتيها، راه كيخليوك تكمل. كنتي كتبني بشكل مخالف لداكشي اللي كاين في الرخصه ولا في البلان وقديتي وليتي كتبني بشكل قانوني، غيخليوك. ما قديتيش وما حيدتيش ديك المخالفات كيجيو يريبوا لك. الا كانت الدار كامله وانت داير واحده من المخالفات اللي ذكرنا، ما كنتيش شاد رخصه البني، بنيتي بلا رخصه البناء، شديتي رخصه البني وبنيتي وما شديتيش رخصه السكن بيرمي دابيتي ولا شهاده المطابقه، شاد هاد الشيء هذا ردوا البال مزيان. هاد الشيء اللي غنجي ليه راه بزاف الناس كيهضروا عليه، شاد انت رخصه البني وشاد رخصه السكن ولا شهاده المطابقه، ولكن البناء غير قانوني، مخالف شي حاجه من هاد الشيء هذا. كما قلت قبيله، راه تقدر تجي تلقى واحد غيبيع لك دار عنده رخصه البني، عنده البلان، عنده رخصه السكن بيرمي دابيتي، ويقول لك الامور كامله. راه ما يكفيش، راه الا كانوا كيخالفوا بعضياتهم وهو شدهم بشي طريقه ملتويه، سواء كاين تقصير من السلطات ولا الجهات اللي عطاتو هاد الرخص ولا كاين فساد رشوه ولا شي حاجه، راه غتحمل المسؤوليه الا شريتي من عنده، ولا هو غيتحمل المسؤوليه الا جا شي مراقب الناس اللي ذكرنا ولقى مخالفه، لقى ان داكشي اللي في البلان ماشي اللي هو على ارض الواقع، داكشي اللي في رخصه البني ماشي هو اللي على ارض الواقع، داكشي اللي في رخصه السكن ولا شهاده المطابقه ماشي هو اللي على ارض الواقع. فديك الساعه كذلك يمكن يريبوا لك. كاين واحد النقطه اخرى، هي انك تكون باني على شي املاك ديال الدوله ولا ديال الجماعات الترابيه سواء عامه ولا خاصه. ولا كنشوفوا هاد الايامات داكشي اللي كيوقع، صحاب الفلوس الناس اللي عندهم الكبانوات في دار بوعزه، لان بعض الاملاك خصوصا الاملاك العامه مثل الاملاك الخاصه ديال الجماعه الترابيه ولا ديال الدوله يمكن التفويت ديالها بواحد المسطره صعيبه. اما الاملاك العامه ديال الدوله راه مستحيل تقريبا انك تشريها. فإلا مثلا عندك واحد الرخصه استغلال واحد الارض ولا واحد الملك ديال الجماعه الترابيه ولا ديال الدوله، راه ما كيعطيكش الحق انك تملكها وتبني فيها كي بغيتي، راه من حقهم في كل وقت يسحبوا لك ديك الرخصه ديال الاستغلال ويقولوا لك اخويا خوي، ما بغيتيش تخوي غيريبوا لك ويخويوك. اذا رد البال انك تبني فوق شي ارض ولا انت تشري من عند شي واحد باني فوق شي ارض ما عندوش الملكيه ديالها، عندها حق الاستغلال، وانت تشري بالثمن ويجيو يقولوا لك داك حق الاستغلال سالا، ولا يقول لك داك حق الاستغلال اصلا ما عندوش الحق هاد السيد يفوتوا لك، يبيع لك شي واحد بتنازل ولا بشي حاجه بحال هكا. داكشي ما كاينش وما بقاش، وردوا البال دابا راه غتزير القضيه، يجيبوا لك مئات الملايين ومنين انت تشريه تجي الدوله تقول لك رخصه الاستغلال ما بقاش خوي ليا غنريب هادشي هذا، هذا ملك عام ديال الجماعه الترابيه ولا ملك عام ديال الدوله، ما كيتباع ما كيتشرى. هاد السيد اللي باع عليك كانت عنده واحد الرخصه ديال الاستغلال مؤقت، حيدناها سحبناها حبسناها، اسيدي باع لي السيد سير دعيه ننصب عليك، راه ما عندوش حق يبيع لك. الملك ديال الدوله ما كيتباع ما كيتشرى، وما يمكنش تكتسبوا بالاقدميه ولا حتى المخالفات، راه ما كتقادمش. عندك تقول انا بنيت 30 عام 40 عام مخالف للقانون، راه تقادمات ما يقدرش يريبوا لي ولا يخرجوني، ما كيتقادمش داكشي. راه هذيك الهضره ديال فين كانوا هاد الناس واقعيه فعلا، فين كانوا هاد الناس اللي كيراقبوا حتى تبناو هاد الديور اللي مخالفين للقانون، السيد دخل الضوء دخل الماء وهاد المسائل كامله ولا سينيسمون والبلان ما كاينش وهاد السيد تعطاتو بيرمي دابيتي، هاد الامور كامله فعلا فين كانوا هاد الناس، وخص محاسبه هاد الناس اللي سلموا هاد الوثائق ولا هاد الرخص لهاد الاشخاص وهي غير قانونيه هاد البنايات. ولكن في نفس الوقت هادشي ما كيعطيكش الحق انك انت حصلتي على هاد الرخص ولا بنيتي هاد الدار بشكل غير قانوني حيت ما كاينش المراقبه ولا حيت دوك الناس ما داروش خدمتهم ولا حيت كانوا فاسدين وشدوا رشوه ولا شي حاجه، راه ما تيعطيكش الحق انك تستمر مخالف للقانون. ما يمكنش تقول لهم خليوني انا في هاد الدار واخا هي مخالفه للقوانين حيت هذوك الناس ما داروش خدمتهم ولا حيت عطيتهم رشوه ولا حيت شريت انا. وانا ديما كيهمني انت اللي غتزرف، هذاك استافد بالرشوه ولا بنى بالرشوه ولا شد رخصه بالرشوه ولا بالفساد ولا بالتقصير، دوك الناس ما كانوش حاضرين ولا وقت الانتخابات كانت تسهيلات، وتجي انت تشري من عنده، راه ما كيحميكش القانون. تقول له انا ما كنتش عارف، ولا راه داك السيد هو اللي عطى الرشوه وشد الرخص اخويا وما الرخص عندي. مادام البنايه غير قانونيه راه يا اما غتردها قانونيه يا اما غير